نظم اليوم عملت حظائر معتمدية مكثر من ولاية سليانة اعتصام أمام مقر المعتمدية، وذلك من أجل المطالب بتسوية وضعيتهم. توا 3 سنين واحنا نستناو في الزياده ونخلصوا في 85 65 والاقصى يدنا خاصه الشباب مكثر اللي قام بالثوره يوصل ياخذ 160. الاهانه اللي قاعد واصل لها. اعطيني انا المستقبل نتاع الشباب خاصه الشباب الذكور اللي مستقبلهم في القدام. شنو هي 160 دينار اللي باش ياخذوها ويعمروا بها جاريان دارا يتلفتوا لماكلتهم شرابهم مستقبلهم. بالنسبه للنساء ياخذوا في 65 صابرين عندهم صغار عندهم قرايه عندهم مستقبلهم يقولوا فيه نتاع اولادهم في ماكلتهم في ماكلتهم شرابهم والدنيا المعيشه غلت. يحب يقولوا مش نوصلوا به. احنا ساكتين قلنا تو توصل الحكايه من لكن حدنا تو احنا واقفين من اليوم اعتصام مفتوح حتى يرجعونا الجواب الصحيح اللي احنا طالبينه. هو طلب الشرعي هو نتاع تسويه الحظاير نتاع التغطيه الاجتماعيه وارتفاع في الاجر نتاعنا الاجور نتاعنا كلها انسان ورجال صغيره ولا كبيره. نحن هذه حاجتنا به تو من طول واصلين. انا هذا ثوره 5 ايام مش 5 ايام. شنو الاهانه اللي احنا نوصلوها نحن 5 ايام؟ احنا قلنا ليله الثوره اهلا وسهلا مشينا ما سالش لكن لحد الان لا. احنا كيفنا كيف غيرنا تتساوى الناس كلها كيف وهذا طلب شرعي من غير من كل حتى خاصة الشباب سامح ريت كل معتمدية وكل ولاية في الجمهورية التونسية من أول ما بدت الثورة من أول ما عملوا هالحظاير هذيا راهم ياخذوا في 240 إلا احنا إلا معتمدية مكثر ياخذوا في 160. قالوا النمبر كبير ياسر ترى شنو هذا لا تدور القانون مش قانون تدورها للشرعية مش شرعية. احنا ماناش تابعين الجمهورية ولا كيف؟ واللي تتنحبنا يعلم بها ربي كما يقولوا فيها تحت الصفر. السقع يقولني والبرد يقولني والعري يقولني والشر يقولني وناخذوا ال 85 ما تعملنا شيء. تم اعتصام مفتوح بعملت الحظائر بمكتب معناها المطالبه بتسويه الوضعيات الاجتماعيه اللي عندنا. هو المعروف على العدد هذا راح تم اجراء البارح في 20 جانفي بمقر الولايه تحت اشراف السيد الوالي معنا محضر جلسه مع الاتحاد الجهوي للشغل بسليانه. الهدف نتاعو الترفيع في عدد الايام ان شاء الله بعثوا معناها الاساس اللي لوزاره التنميه. ان شاء الله معناها توقع دراسه المطالب دي على مستوى وطني وتتفضل مش ان شاء الله قضيه ان شاء الله.